عسلامة مرحبا بالناس الكل. غسيت اليوم غولي يعمل 66 كيف بنة ونظافة ومن أسهل ما يكون. للحشو وتزيين الجاتو استعملت كريم على قد ما نقولكم بنينة وشوية، حضرتها من غير زبدة. حضرت غاناش شوكولا بلون ومعاها ب50 جرام بيستاشا كهو. حضرت غاناش بيستاش بتبيعة تنجموا تبدلوه بالنوازيت، وما شاء الله على الجنواز جتني خفيفة، ونأكد لكم اللي هي ناجحة 1000% على ضمانتي. اللي باش يجربها ما عادش باش يبدلها، بتبيعها بنفس الكريم ونفس الجنواس. نجموا تحضروا اي جاتو بالفورم اللي تحبوا عليها نتوما، سوا كاري ولا مدور. دونك نتوما ما عليكم كي تتبعوا معايا الغوسيت، تبعوا معايا لي زاستيس الكل باش تنجح معاكم الطريقه. وبالنسبه للمقادير كيما العاده خليت لكم كل شيء بالتفصيل في صندوق الوصف، تنجموا ترجعوا لها وقت ما تحبوا نتوما، وقت ما باش تجربوا الغوسيت تعملوا كابتور. دونك نبدا معكم على بركه الله. اول حاجه مع المقادير نتاع الجنواز. دونك عندي 6 بيضات كاملين. من بعد باش نفصل الابيض على الاصفر، 120 غرام سكر، 140 غرام فرينه. نجموا ناخذوا 100 غرام فرينه و40 غرام نوازيت والا بيستاش، كيما نجموا زيدا كيما باش تشوفوا معايا نخدموا بالفرينه كهو. معاهم خديت 7 مغارف كبار نتاع ماكله حليب عادي، ما يكونش معناتها سخون ولا دافي كيما هو، جبتهم من الفريجيدير. و7 مغارف كبار نتاع ماكله زيت نباتي. بالنسبه للزيت والحليب من كل حاجه عندي 70 غرام 70 غرام اذا نتوما معناتها تحبوا الميزان. دونك اول حاجه نبداو بها باش تجينا جنواز خفيفه وناجحه بطبيعه الحال كيما نعرفوا الناس الكل، نفصلوا الابيض على الاصفر. فما زيدا معناتها معلومه للي ما يعرفهاش، فما اللي يخدم بالجيلك، هذا محسن معناتها يخدموا بيه برشا عباد. اما الحقيقه انا نفضل نخدمها من غير جيلك. اللي باش يخدم بالجيلك الكميه هذه او بالمقادير هذه ياخذ جوست 30 غرام جيل كاكاو ويحط كل شيء مع بعضه معناتها من غير ما يفصل الابيض على الاصفر مع الفرينه، كل شيء مع بعضه. من الحقيقه نفضل سورتو واحد حاجه معناتها باش يخدمها وحده في الدار من غير جيلك. دونك هونيا نرجعوا البيض نطلعوه اون نيج. السكر ما نحطوش من الاول بالكل، استنيت وين يعمل الكشكوشه هذيك، وقتها بديت نضيف السكر كيف زاده ما ضفتوش من الاول بالكل معناتها هكا. استنيت وين عمل كيما قلت لكم الموس هذيك، ومن بعد ضفتو على دفعات معناتها على مرتين ولا 3 مرات. شوفوا معايا هنا باش تعرفوا اللي معناتها سي بون. طلعناه اون نيج هكا معناتها كيما شفتوا معايا. شاد روحه بالكدا معناتها ابيض البيض. دونك في مرحله ثانيه خديت لهنا صفار البيض، طلعته هنا معناتها بون ما يطلعش معنا برشا، ضفت له شويه كيما شفتوا فاني جيست هنا ما يفتح معنا اللون نتاع البيض سي بون. وقتها نكمل نضيف له الزيت. بالنسبه للزيت نستعملوا زيت نباتي، ونكمل نضيف كميه الحليب. اون فوا الجنس عندي معناتها سي بون البيض مع الحليب والزيت وشويه فانيل اللي شفتوني ضفتها. نضيف النواشف اللي هما عندي هنا، ما استعملتش معناتها نوازيت ولا بيستاش، استعملت كان فرينه كهو. دونك لهنا بطبيعه الحال مهم على الاخر ان نغربلوها باش هكا يدخل فيها الهواء، ومن بعد نتحصلوا على جنوازه خفيفه. هذوما الكل تفاصيل راهي مهمه، ان نفصلوا ابيض البيض على الاصفر، ان نغربلوا معناتها تسكي معناتها نواشف باش تجينا من بعد الجنوازه خفيفه. نعملوا هنا تخليطه، ومن بعد ما بقى لي كان باش نضيف بياض البيض. شوفوا معايا هنا هكا ما شاء الله شاد روحو بالكدا. كيف زيدا باش نضيفوا على 3-4 مرات على مرتين معناتها نضيفوا في كل مره نخلط. بون المره الاولانيه نجموا معناتها نخلطوا كيما معناتها عادي. بالنسبه للمره الثانيه والمره الثالثه كنضيفوا بقيه الكميه. مهم برشا هكا هنا كيما باش تشوفوا معايا. تبعوا معايا الطريقه كيفاش نخلط. ديما نخلط بالسياسه، ما نزربش برشا من اللوطه الفوق كيما هكا، باش هكا الهواء احنا اللي احنا اون فيت طلعنا البلون معناتها ابيض البيض طلعناه اون نيج والا معناتها خدمنا كل حاجه وحدها. صفر البيض وحده، غربلنا الفرينه. هذا الكل الاوبجيكتيف نتاعنا نحبوا معناتها نتحصلوا على جنواز خفيفه. دونك كيف هناك نخلط باش ما نطيحش الهواء هذاك، ومن بعد تجيني الجنواز خفيفه. نخلط بالطريقه اللي شفتوها معايا. بطبيعه الحال ديجا انا قبل ما نبدا معناتها نحضر في الجنواز ديجا انا راهو حطيت الفور يسخن على 180 درجه. مهم برشا على خاطر الجنواز هذيا ديريكت ملي نحضروها ديريكت لازمها تدخل للفور. خذيت هنا طبق كما قلت لكم، طبق عادي 60 على 40، طبق الفور نتاعنا العادي. حطيت بابي كويسون، بطبيعه البابي كويسون ما نجموش نستغنيو عليه. نصب الجنواز البريباراسيون نصبها على البابي كويسون، وما يبقى لي كان باش نوزعها بطريقه تكون متساويه على كبر طبق، وندخلها للفور اللي قلت لكم سبق وسخنته على 180 درجه. بالنسبه للطيب نتاع الجنوازه ما يخوش منها برشا وقت معناتها تقريبا بطبيعه الحال نتوما والفور اللي عندكم كل واحد وسخانه الفور. هنا جوست قبل ما ندخلها كنعملها ضربه صغيره
باش هكا تتوزع لي البريباراسيون. الخليط هذا يتوزع بطريقه متساويه على كبر الطبق. دونك كيما قلت لكم انتم والفور اللي عندكم، اما جينيرالمون معناتها ما نفوتوش 9 12 دقيقه معناتها ماكسيموم، سواء على 170 ولا 180 درجه. ما نخليوهاش بطبيعه الحال معناتها تطيب اكثر من اللازم. هي بطبيعتها معناتها الكوش نتاع الخليط ماهيش خشينه برشا، دونك في ساعه ما تطيب معانا. دونك لهنا بعد ما خرجتها ديريكتومون وهي سخونه ناخذ هنا منديله نقلبها، يتنحى معانا البابي كويسون بسهوله. باهي في المرحله هذه اذا نتوما معناتها باش تحضروا جاتو بفورم اخرى، شوفوا معايا الساعه قداشها سوبل ما شاء الله، ما تكسرش معانا الجنواز، بورتون معناتها مازالت سخونه تبارك الله، تعطينا الطوع بالباهي. دونك لهنا باش نرولاها بالمنديله بالطريقه هذه باش تاخذ الفورم. دونك نرجع معكم اذا نتوما باغ اكزومبل باش تحضروا اي معناتها اي جاتو بفورم اخرى، سواء معناتها يكون كاري ولا سيركل، تنجموا تقصوا معناتها ديريكت، يعني جوست تخليوها تبرد شويه. بالطبيعه ما تستحقوش باش تروليوها، انا وليتها باش تاخذ الفورم، تخليوها تبرد ومن بعد تقصوها. هنا هاكا نرجع معاكم، شوفوا معايا قداشها سوبل من غير ما تتكسر بطبيعه الحال. هنا نشربوها كيما مستانسين. عندي سيرو دامبيباج، خذيت 100 غرام سكر، عليهم خذيت 200 غرام ماء، خليتهم على الغاز جوست ما بدا يغلي معايا من حتى دقيقه طفيت عليه، نسقيها بالباهي كيما العاده. وعندي هنا الكريم اللي حضرتهم. بون بالنسبه للكريم حضرتهم ديجا قبل ب3 ايام. عندي هنا كريم تاع غاناش بيستاش وعندي الغاناش شوكولا بلون. نخليكم تتبعوا معايا الطريقه اللي حضرت بها الكريم هذيا. دونك بالنسبه للكريم باش نحضر غاناش مونتي اللي ما نجم نخدمو كان بالكريم هذيا وما هيش بيب. خلينا نفهموا مع بعضنا. عندنا زوج انواع نتاع غاناش، فما الغاناش العادي اللي نجم نخدمو بلي بوتي معناتها الصغار هذوكم اللي يتباعوا. بالنسبه للغاناش مونتي اللي باش تشوفوا معايا من بعد معناتها في مرحله معينه بعد ما نحضر الخليط ونخليه يبرد في الفريجيدير ويشد روحه، باش نعاود نخدمو ونطلعو بالباتور باش هكا نتحصلوا على غاناش خفيف. هذاك ما نجم نخدمو كان بالكريم هذيا اذا نتوما موجودين في تونس. سينو اذا البرا بالطبيعه اكيد فما معناتها ماركات اخرين. عندي هنا 200 غرام شوكولا بلون باش نذوبها في با ماري. مهم برشا معناتها ناخذوا شوكولا دو كوفرتور، خاطر الباتا غلاس ما عندها حتى سيله بالشوكولا كيف زاده باش ما تحرقش معانا. نحطوها هكا في با ماري يذوب معانا في ساعه. دونك لهنا اون فوا بريسك معناتها تكون سي بون قريب معناتها تذوب معايا، وقتها نحط 140 غرام كريم فريش نحطها تسخن. بالطبيعه مانيش باش نخليو الكريم فريش معناتها كتبدا تغلي وين تسخن معانا بالباهي، وقتها سي بون والشوكولا زاده تكون ذابت معانا. وقتها باش نضيف نحط دونك لهنا الشوكولا بلون ونضيف لها الكريم فريش. بالنسبه للكريم فريش هذه اللي باش نضيفها وهي سخونه، مهم برشا كيما قلت لكم تكون سخونه في مرحله اولى، ما نضيفهاش زاده دفعه واحده، هكا نضيفها على مرتين ولا 3 مرات. في كل مره بطبيعه نخلط بالباهي. من الاول بالكل خلطت بالسباتول باش تشوفوا معايا الفرق، كي نخلطوا بالفوي يكون احسن برشا. دونك لهنا تخليطه باهيه. دونك على 200 غرام شوكولا ذوبتهم، ضفت لهم 140 غرام كريم فريش بطبيعه سخنتها وضفتها كيما شفتوا معايا على 3 مرات. هونية باش نكهه بشويه فاني. كيف زاده نفضل نخلط بالفوي هكا نتحصلوا على خليط متجانس مخير. نكمل نضيف الكميه الاخرانيه نتاع الكريم فريش. بالنسبه للغاناش شوكولا نوار ويختلف على الشوكولا بلون، ديجا خليت لكم في صندوق الوصف كيفاه نجموا نحضروا الغاناش نتاع الشوكولا نوار. باهي هنا دونك الكميه الاولانيه اللي هي 140 غرام ضفتها نتاع كريم فريش سخونه. توا باش نكمل نضيف 100 غرام كريم فريش تكون بارده ديريكت، خرجتها من الفريجيدير وضفتها 100 غرام. دونك اجمالا 200 غرام شوكولا بلون عليهم 140 غرام كريم فريش سخونه و100 غرام كريم فريش تكون بارده. دونك تخليطه باهيه وهكا ما بقى لي كان باش نغطي الخليط بالباهي، ما نخليهش اون كونتاكت مع الهواء، ندخلو للفريجيدير يرتاح 4-6 سوايع. انا الحقيقه خليته ليله كامله لين شد روحو. شوفوا معايا ما شاء الله هونيه القوام نتاعو. مازلت باش نخدمو بالباتور، نخدمو شويه بالباتور ونطلعو. علاش احنا نسميوه معناتها غاناش مونتي، يجينا ما شاء الله خفيف وياسر بنين. دونك هكا الغاناش نتاعنا يكون حاضر، نجمو نستعملوه ديريكت نزينو ونغلفو به لي جاتو. كيما نجمو زاده من احسن معناتها الحاجات اللي تميز الغاناش هذا نجمو نحضروه قبل بمديده حتى قبل ب15 يوم. انا حضرته قبل ب3 ايام. دونك هنا باش ناخذ منه كميه.
عندي 50 غرام بيستاش نرحيها بالباهي اني نتحصل على بات، وباش ناخذ كميه من تقريبا اقل شويه من نصف الكميه باش ناخذها من الغناش هذيا تاع الشوكولا بلون اللي حضرته، ونضيف له البيستاش. نجموا تنكهوا معناتها الغناش كيما تحبوا نتوما. دونك لهنا خذيت كميه باش نضيف لها البيستاش. بالنسبه للبيستاش نجموا تستعملوا نوازيت، هذا يرجع لكم انتم اذواق كيفاش تحبوا تنكهوا الغناش. دونك عندي دو غناش تحصلت عليهم كيما قلت لكم، ما خدمتهم قبل بمديده، قبل ب3 ايام. تنجموا نتوما حتى قبل ب15 يوم تحضروا لي غناش تخليهم على جنب، تجبدوهم وقت ما تحبوا. دونك عندي هنا سيبون الجنواز بردت. دونك هنا خيرت اني في الوسط نحط الغناش بيستاش، والباقي باش نكمل بالغناش شوكولا بلون. دونك تبع معايا طريقه سهله على الاخر. نجمو زاده نعملو دو كوش، نعملو كوش خفيفه متاع بيستاش، وكوش ثانيه ما تكونش مع تخشينه برشا متاع غناش شوكولا بلون. دونك هذه كانت بعض الافكار، وانتوما معناتها من بعد كل واحد كيفاش يحب يحضروا لي. دونك هنا كيما شفتوا معايا زاده ما وصلتش الغناش شوكولا بلون للاخر نتاع الجنواس، خاطر من بعد كي نوليها سينو يخرج معايا الغناش يخرج لي على برا. نوليها بسهوله ما شاء الله ما تكسرش. سي بون الجنواس كيما قلت لكم تبارك الله سوبل، جربوها ماكم مش باش تندموا. دونك نجم نكمل طونكو هي معناتها جنواس سي بون عندي بارده، دونك نجم ديريكت زاده نغلفها من برا. من نفضل الحقيقه ندخلها للفيجيدير تشد روحها زاده شويه، ومن بعد نجبدها. تنجموا زاده تبيتوها معناتها حتى في تنجم تبيت معاكم. بون انا جوست دخلتها شويه كهو تقريبا ساعتين وجبدتها هكا. نكونوا تقريبا كملنا. ما تبقى كان الزينه اللي من برا، كل واحد يزين بالطريقه اللي راها مناسبه. دونك هنا باش نغلف كوشه خفيفه. ما عندي هنا زاده خذيت تقريبا 100 غرام بيستاش باش نغلف بها الجاتو لي. دونك هذا هو بعد ما كملت غلفت ولي نغلفوه سواء بالغناش شوكولا بلون ولا بيستاش، ما يقلقش خاطر من بعد كيما شفتوا معايا ديجا انا كملت غلفتها بالبيستاش اللي ريحيته خليته معناتها مهروش ماهوش مريحي برشا باش يعطيني كتقرميشه البنينه. ومن بعد كملت زينتها شويه بالغناش شوكولا بلون اللي تبقى لي. دونك كانت هذه غوسيت اليوم، ان شاء الله ربي تكون عجبتكم. كيما العاده اهم حاجه نستنيكم تجربوا الغوسيت وتخليوا لي رايكم بصراحه في كومنتير، نتفاعل معكم كيما العاده. واذا عجبتكم الغوسيت نستنى دعمكم برشا جميت، ونخليكم في امان الله. كنكتب ان شاء الله نرجع لكم مع وصفه جديده.